هذا هو الخبز اللي ننصحكم تجربوه وتحضروه في شهر رمضان. يجي خفيف ريشه ويفحفح بريحه السانوج وسهل في التحضير. ملا غير ديروا حفظ للفيديو لانه اكيد رايحين ترجعوا له. هنا عندي صحفه تاع سميد متوسط ولا ارطب المتوفر عندكم، مع صحفه تاع الفارينه، يعني قد الفارينه قد السميد، مغرف كبيره تاع خميره الخبز الفوريه، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع خميره الحلوى، يعني ما يعادل ساشي تاع خميره الحلوى، زوج مغارف كبار تاع حليب لحظه ولا حليب مجفف، 4 مغارف كبار تاع الزيت. نخلط هذه المواد كله مع بعضهم. هنا الصفار نحتفظوا به ندهنوا به الخبز، والبياض راح نزيد له مغرف كبيره تاع الخل ونحلوه في الماء دافي، يعني هذاك البياض نحلوه مليح في الماء ونزيدوه به، يعني نبداو نلموا في العجينه تاعنا. العجينه تاع الخبز لازم تجي طريه خلاص، يعني تجي طريه تلصق في اليد. ما تنساوش مغرف صغيره تاع الملح، ونبقاو نزيدوا في الماء بشويه حتى تحصلوا على القوام المطلوب. كما قلت لكم العجينه تجي طريه به الخبز تاعكم يجي طالع وخفيف. ما تنساوش تزيدوا تاني مغرف كبيره تاع مرقارين، يعني حوالي 50 غرام تاع مرقارين، والسانوج به تعجنوا، يعني دخلوه مليح في الخبز. اللي يحب يحط السانوج يحط، اللي ما يحبش ما يزيدش. هنا بعد ما عجنتوا مليح خليوه يخمر حتى يتضاعف الحجم تاعو. هنا بعد ما يعني ارتاحت العجينه تاعي وتضاعف الحجم تاعها، نبداو نشكلوا في الخبز تاعنا. نبداو نقطعوا العجين تاعنا الى قطع صغيره، لانه راح نديروا كرات صغار تاع العجين هكا، يعني نديروا ديبولات صغار تاع العجين، ونبقاو نواصلوا بنفس الطريقه حتى نكملوا العجين تاعنا كامل. هنا بعد ما شكلتهم تحاولوا ديروهم نفس يعني نفس القياس. هنا في البلا اللي فيه ورق الزبده نبداو نحطوهم بجنب بعض كما راهو موضح في الفيديو، يعني حاجه سهله خلاص، حتى البنيات صغار يقدروا يديروه، خبز سهل خلاص. هنا بعد ما شكلتهم نجيبوا هذوك الكرات تاع العجين نضغطوا عليهم نلموهم في الوسط، يعني نجيبوا العجين هذاك نلموه في الوسط ونقفلوه مليح به ما يتحناش في الطياب. شوفوا تشكيلهم راهو ساهل خلاص، ما فيه حتى صعوبه. الفرن تاعي راني مسخناته على 190 درجه، لازم يكون سخون مليح هكا، يعني نلموهم في الوسط ونقفلوهم، نغطيو عليهم نخليوهم واحد ربع ساعه يزيدوا يرتاحوا. هنا هذا شكل تاني، يعني جبت المتبقي تاع يعني العجينه اللي بقات لي، قرصتها في صينيه وجبت هذاك جبت كاس، يعني ضغطت في الوسط وبديت ندير فيه هكا، نحل فيه مع الجناب بالطريقه هذه. ومن بعد بديت نرص، يعني نحاول ندير شكل تاع زهره، يعني فقط به نغيروا من الاشكال، لانه كما يقولوا العين تاكل قبل الفم. هنا راح نزيد نغطي عليها نخليها تخمر. هنا بعد ما خمروا شوفوا ما شاء الله كيفاه تنفخوا وتضاعف الحجم تاعهم، جبت صفار بيضاء اللي زدت له شويه تاع الحليب وندهنوا مليح هذاك الخبز تاعنا به كي يطيب يجي اللون تاعو مليح هكا. هنا جبت شويه تاع زيتون، يعني كعبات تاع زيتون نكحل قصيتهم وحطيتهم في الوسط، يعني باه نزين فقط، نعطي تزيين وشكل مليح للخبز تاعنا. هنا بعد ما خرجتهم من الفرن راهم سخونين، يعني جا خفيف، الريحه راهي تفحفح في الدار، من اروع واشهى انواع الخبز اللي ممكن تجربوها. ملا كما قلت لكم غير ديروا حفظ للفيديو لانه اكيد رايحين ترجعوا له.